ده هو تانجيرو، شاب طيب وغلبان لأقصى درجة، عايش مع عيلته المكونة من أمه وأخواته الصغيرين، وتانجيرو هو الأخ الأكبر والمسؤول عن البيت بعد وفاة أبوه. في الوقت ده تانجيرو بيقول لأمه إن هو هينزل القرية اللي جنبهم يبيع الفحم عشان يقدر يصرف على البيت. ولما بينزل تانجيرو القرية بنلاحظ إن كل قرية تقريبا بتحبه وبترحب بيه. وبعد ما بيخلص تانجيرو بيع الفحم بيبقى في طريقه للبيت. في الوقت ده بينادي راجل عجوز على تانجيرو وبيقول له اوعى تطلع الجبل في الوقت ده عشان في حاجة اسمها الشياطين بيظهروا بعد وقت الغروب. فبيقول له تعالى بات عدي النهارده لغاية الفجر. تانجيرو بيقتنع بكلامه وبيوافق يبات عنده. وبمجرد ما الصبح بيصبح تانجيرو بيتحرك بسرعة عشان يروح لعيلته. وهو في الطريق للبيت قلبه بيتقبض فجأة وبيشم ريحة دم تقيلة. واول ما بيوصل تانجيرو البيت بيتخض من المشهد المرعب اللي قدامه. امه واخواته الصغيرين كلهم ميتين بطريقة بشعة. لكن وسط المشهد المرعب ده تانجيرو بياخد باله ان لسه في امل، والامل ده هي اخته الصغيرة نيزوكو اللي بتكون لسه عايشة. تانجيرو بسرعة بيشيلها على ظهره وبيتحرك بيها للقرية عشان يلحق يعالجها. لكن فجأة نيزوكو بتصحى وبتهجم عليه وبتحاول انها تقتله. تانجيرو بيحاول يبعدها عنه، لكن وهو بيبعدها هما الاتنين بيقعوا من على التل. تانجيرو بيبقى مرعوب ومش فاهم ايه اللي بيحصل وليه اخته بتحاول تقتله. في الوقت ده نيزوكو بتهجم عليه تاني. تانجيرو بيحاول يدافع عن نفسه بالفاس اللي معاه وبيفضل ينادي على اخته وهو بيعيط عشان ترد عليه. وفجأة نيزوكو بتبدأ تعيط هي كمان وكأنها مجبرة على اللي هي بتعمله. في الوقت نفسه بيجي شخص بسرعة عالية وماسك سيف في ايده وبيهجم على نيزوكو، لكن تانجيرو بيتحرك بسرعة وبيفلت من الهجوم. والشخص ده اسمه بيو توميوكا ووظيفته الوحيدة هي صيد الشياطين. وبيسأل تانجيرو بيقول له انت ليه بتحمي الشيطانة دي؟ تانجيرو بيقول له ان دي تبقى اخته الصغيرة. توميوكا بيهجم تاني على نيزوكو بسرعة وبيخطفها من بين ايدين تانجيرو. توميوكا بيقول لتانجيرو البنت اللي قدامك دي خلاص ما بقتش انسانة وبقت شيطانة ولازم تموت. تانجيرو بيقول له ان الشيطان الحقيقي هو اللي قتل عيلته وان اخته دي عمرها ما اذت حد وان هو مش عارف هي ليه اخته اتحولت وبقت بالشكل ده. توميوكا بيعرفوا ان لما دم الشيطان بيختلط بدم بشري ده بيحول البشر لشيطان، وعشان كده مفيش حل غير انها تموت. تانجيرو بيعيط وبيتحايل عليه انه ما يقتلش اخته، لكن توميوكا بيبقى مصر انه يقتل نيزوكو. في اللحظه دي تانجيرو بيهجم على توميوكا وبيرمي عليه صخره صغيره وبيتحرك بالفاس بتاعه. توميوكا بضربه واحده منه بينيم تانجيرو، بس لما بيبص على تانجيرو بياخد باله ان الفاس مش في ايده وانه مرمي في الهواء، وكان لسه الفاس هيسيب توميوكا لولا انه تفاداه في اخر لحظه. وبيتفاجئ توميوكا من ذكاء تانجيرو في الهجوم الاخير وانه قدر يخدعه. في الوقت نفسه نيزوكو بتهجم على توميوكا وبتتحرك بسرعه ناحيه تانجيرو، بس المره دي مش عشان تقتله ولكن عشان تحميه. توميوكا بيتفاجئ من اللي هو شايفه لان لاول مره بيشوف شيطان بيحمي بشر. وبيتحرك توميوكا ناحيه نيزوكو وبيفقدها وعيها جنب اخوها. وبعدها لما بيفوق تانجيرو بيلاقي اخته جنبه عايشه وفي بقها قطعه خيرزان. في الوقت نفسه توميوكا بيقول لتانجيرو انه يروح يزور شخص اسمه اوروجوداكي واللي مكانه تحت الجبل. وبيقول لتانجيرو كمان انه يمنع اخته من انها تلمس الشمس. وبيختفي توميوكا بعدها من المكان. وبعدها بيرجع تانجيرو للبيت هو ونيزوكو عشان يدفنوا عيلتهم. بعدها تانجيرو بيسيب اخته في كهف مظلم عشان يحمي نيزوكو من الشمس، وبيروح يجيب شويه خيرزان عشان يعمل منه صندوق صغير يحمي نيزوكو من الشمس. وبيرجع لنيزوكو تاني وبيقول لها تصغر جسمها وتدخل جوه الصندوق. وفعلا نيزوكو بتصغر نفسها وبتدخل جوه الصندوق. وبعدها بيتحرك تانجيرو لمكان المعلم موروجوداكي وهو شايل اخته الصغيره على ظهره. وهما في الطريق بيليل عليهم الليل وبيبدا تانجيرو يشم ريحه دم قويه، فبيتحرك بسرعه ناحيه الريحه دي. ولما بيوصل لمكان الريحه بيتصدم من المشهد. عيلة كاملة مدبوحة بشكل بشع وفي شيطان قاعد بيتغذى عليهم. نيزوكو في الوقت ده بتحس برهبة كبيرة ناحية دم العيلة المدبوحة. وفجأة الشيطان الموجود بيهجم على تانجيرو، لكن تانجيرو بيعرف يضربه بالفاس بتاعه وبيبعده عنه. بس الجرح اللي تانجيرو عمله في الشيطان بيشفى في ثواني. وفي لحظة واحدة بيختفي الشيطان وبيمسك رقبة تانجيرو وبيبقى هيقتله، لكن نيزوكو بتيجي بسرعة وبضربة واحدة بتفصل راس الشيطان عن جسمه. تانجيرو بيتخض من قوة نيزوكو دي وبيتخض أكتر لما بيلاقي راس الشيطان اللي اتقطعت لسه صاحية، لا وكمان بتتكلم. في الوقت نفسه بيتحرك جسم الشيطان وبيهاجم نيزوكو وبيمسكها وبيحدفها جوه الغابة. وكمان بتتحرك راس الشيطان وبتهجم على تانجيرو، لكن تانجيرو بيصد الضربة وبدماغه بيضرب راس الشيطان. ومن قوة راس تانجيرو الشيطان بيغمى عليه. وبعدها بيمسك تانجيرو الفاس وبيثبت بيه راس الشيطان في الشجرة وبيتحرك بسرعة جوه الغابة عشان يلحق نيزوكو. وأول ما بيشوف تانجيرو جسم الشيطان بيجري ناحيته بسرعة وبينط بيه من فوق التل، لكن نيزوكو بتلحق تانجيرو قبل ما يقع في اللحظة الأخيرة. وبعدها بيرجع تانجيرو أخته لمكان راس الشيطان وبيطلع تانجيرو سكينة عشان يقتل الشيطان، لكنه بيبقى متردد عشان بيبقى صعبان عليه الشيطان. في الوقت ده بيجي راجل عجوز من ورا تانجيرو، والعجوز ده يبقى هو المعلم اوروكوداكي اللي بيقول لتانجيرو جرب حاجة غير السكينة عشان تهزم الشيطان. فبيقوم تانجيرو جايب صخرة بدل السكينة، لكنه بيتردد تاني ان هو يقتل الشيطان. المعلم بيبقى شايف تردد تانجيرو وبيفهم ان تانجيرو طيب لدرجة انه صعبان عليه يقتل الشيطان، وبيبقى مقتنع ان واحد بالطيبة دي لا يمكن يقدر يبقى صياد شياطين. وبيسيب المعلم اوروكوداكي تانجيرو قدام راس الشيطان وبيمشي. وتانجيرو بيقعد قدام راس الشيطان لغاية ما الشمس بتطلع وبتحرق هي بأشعتها راس الشيطان. وقتها تانجيرو بيتفاجئ من تأثير أشعة الشمس على الشيطان وبيفتكر نيزوكو وبيبقى خايف يكون جرى لها حاجة وبيقعد يدور عليها لغاية ما بيلاقيها قاعدة مستخبية بعيد عن الشمس. وفي الوقت نفسه
نفس المعلم بيكون دفن العيله اللي قتلها الشيطان، وبعد ما بيدفنهم بيسال تانجيرو وبيقول له لو انت لقيت اختك بتقتل انسان هتعمل ايه؟ تانجيرو بيتصدم من السؤال ومش بيعرف يرد. في اللحظه دي المعلم بيضربه بالقلم ويقول له انت المفروض ما تترددش، ولو لقيت اختك فعلا بتاذي بشري دورك انك تقتلها وتقتل نفسك كمان بعدها لانك فشلت في حمايتها. وبيكمل المعلم وبيقول لتانجيرو انه يجهز نفسه للاختبار اللي هو لو قدر ينجح فيه هيقدر ينضم لفيلق صياد الشياطين. وبعدها بيطلب المعلم الروكوداكي من تانجيرو انه يجي وراه، وفعلا بيتحرك تانجيرو وهو شايل اخته ورا المعلم، وتانجيرو بياخد باله ان المعلم خطواته خفيفه جدا وملهاش صوت. ولما بيوصلوا اخيرا لبيت المعلم بيقول المعلم يدخل اخته البيت عشان يبداوا تدريب. وفي الليل من نفس اليوم بيكون تانجيرو والمعلم عند قمه الجبل، وبيقول المعلم لتانجيرو ان هو ينزل من على الجبل لوحده ويوصل لبيت المعلم قبل شروق الشمس، والا هيفشل في الاختبار. تانجيرو بيبقى مش شايف صعوبه في الاختبار وبيبدا يتحرك بسرعه لطريق البيت، بس فجاه بيقع في حفره المعلم كان عاملها ليه. وبيفهم تانجيرو ان الغابه مليانه فخاخ وان الاختبار طلع صعب فعلا. بعدها تانجيرو بيستخدم حاسه الشم القويه اللي عنده عشان يقدر يعرف اماكن الفخاخ الموجوده، وفعلا بيعرف اماكن معظم الفخاخ وبيعرف يتفاداها، لكنه مش بيعرف كل الاماكن بتاعتها وبيقع في فخ منهم، وده عشان الفخاخ فيه منها انواع كتير. نرجع للمعلم اللي بيكون قاعد جنب نيزوكو ومستني تانجيرو اللي بينجح فعلا انه يوصل قبل شروق الشمس. ساعتها بيفتكر المعلم كلام توميوكا الصياد، وهو ان تانجيرو صياد قوي وان اخته مش هتأذي اي بشري على ضمانته، ويطلب منه كمان انه يدربه، وده عشان تانجيرو عنده نفس حاسه الشم اللي عند توميوكا. وبعد ما تانجيرو بيريح شويه بيبدا المعلم يحكي له عن فيلق صياد الشياطين، وبيعرفوا ان هم مجموعه من الشباب عندهم قوه خاصه وظيفتهم الوحيده حمايه البشر من الشياطين، وان الشياطين دول الغذاء الاساسي ليهم هو البشر، وان سرعه شفائهم عاليه ونقطه ضعفهم الوحيده هي الشمس او قطع راسهم عن طريق سيف مصنوع من مواد معينه. وفي اليوم اللي بعده بيرجع تانجيرو من التدريب اللي قدر يعديه بسهوله، بس كل يوم الفخاخ بتبقى اصعب من اليوم اللي قبله، وبدل ما كانت بتبقى مجرد خشب اتحولت وبقت سكاكين. وفي نفس اليوم بالليل تانجيرو بيبقى قاعد يكتب يومياته عشان نيزوكو لما تصحى لانها من ساعه اخر قتال وهي ما صحتش. وفي اليوم اللي بعده الصبح بيكمل تانجيرو تدريباته، وتدريب اليوم ده بيبقى عن استخدام السيف، وبيعملوا مواجهه بينهم وبين بعض. ولما تانجيرو بيحاول يهاجم المعلم بحركه واحده بيوقع تانجيرو على الارض، وبيكمل المعلم يعلم تانجيرو عن انواع التنفس العشره، والتدريب على التنفس بيكون صعب على تانجيرو، وكل مره تانجيرو بيغلط المعلم كان بيضربه. وبعدها بيزق المعلم تانجيرو في الشلال عشان يندمج مع الميه، وتانجيرو بيقعد في التدريبات دي 6 شهور، وفي خلال المده دي نيزوكو ما بتكونش صحيت، وتانجيرو بيزيد قلقه عليها اكتر واكتر. وبعدها بيرجع تانجيرو للتدريبات تاني وبيكمل فيها لمده 6 شهور كمان. وقتها المعلم بيقول لتانجيرو ان كده خلاص علم تانجيرو كل حاجه هو يعرفها، وبيعرفوا خلاص ان ده اخر اختبار، وبعدها هيدخل اختبار فيلق الصيادين. وبعدها بياخد المعلم تانجيرو لمكان صخره عملاقه وبيقول لتانجيرو السبيل الوحيد عشان تعدي الاختبار ده هو انك تقسم الصخره دي لنصين. تانجيرو بيحاول كذا مره انه يقسم الصخره بالسيف لكن طبعا مش بيقدر. ساعتها بيقرر تانجيرو يعيد كل اللي اتعلمه مع المعلم الفتره الاخيره من تنفس الماء وتدريب السيف وباقي الاختبارات، وبيعدي عليه 6 شهور كمان. ولما بيحاول مره تانية بيفشل برضه، ولما بيحاول مره تانية بيفشل برضه ان هو يخدش الصخره حتى. ولما بيكون خلاص قرب ييأس بيظهر شخص فجاه فوق الصخره وبيبقى لابس قناع ثعلب، ومره واحده بيهجم على تانجيرو وبيضربه وبيوقعه على الارض. والشخص ده بيعرف بنفسه انه اسمه سابيتو. سابيتو هجم على تانجيرو ببراعه عاليه وقال له كلام صعب جدا، انت ما اتعلمتش حاجه، انت بس حفظت المعلومات. ولما تانجيرو اتهزم قدام سابيتو ظهرت بنت طيبه تانية اسمها ماكومو وبدات تساعد تانجيرو وتصلح له اخطائه في التنفس وحركه جسمه. تانجيرو قضى شهور تانية بيتدرب معاهم، وفي نفس الوقت كان بيسال نفسه هم مين دول وجم منين. وبعد مرور سنتين من يوم الحادثه تانجيرو قرر يواجه سابيتو للمره الاخيره. سابيتو المره دي كان معاه سيف حقيقي مش خشب، ولما بدات المواجهه تانجيرو ركز كل قوته وقدر يسبق سابيتو ويقطع قناعه. وبعدها حصلت حاجه غريبه جدا، سابيتو ابتسم لتانجيرو وماكومو اختفت وسط الضباب، وتانجيرو لقى نفسه واقف قدام الصخره العملاقه واكتشف ان هو ما قطعش قناع سابيتو، هو قطع الصخره لنصين. تانجيرو اخيرا عمل المستحيل وقطع الصخره، بس مين هم سابيتو وماكومو دول حكايتهم لسه قدام. بعد ما تانجيرو قدر يقطع الصخرة النصين وروكوداكي ظهر من وراه وهو في حالة ذهول، ما كانش مصدق ان طفل بالسن ده قدر يقطع الصخرة اللي هي الأكبر والأقصى في تاريخ تدريباته. ولما قرب منه ما حبطش عزيمته، بالعكس حضنه وقال له أنا ما كنتش ناوي أوديك الاختبار ده، وده لأنه هو كان خايف عليه يلقى نفس مصير اللي قبله. وبعدها روكوداكي عمل لتانجيرو وليمة محترمة، أكل كل اللي كان محروم منه طول السنتين التدريب، وروكوداكي ادى لتانجيرو قناع ثعلب خشبي كاكسسوار ياخده معاه. وفي نفس الوقت تانجيرو وهو ماشي ورايح لجبل التدريب لف ونده على روكوداكي وقال له ابقى سلمنا على سابيتو وماكومو. داكي واقف مكانه متجمد من الصدمه وسأل نفسه هو ازاي تانجيرو عارف اسامي الاطفال اللي ماتوا من سنين. تانجيرو وصل للجبل والمنظر كان بديع، الجبل كله متغطي بأزهار لونها بنفسجي، ولما وصل للقمة لقى عشرات المحاربين مستنيين، وظهرت بنتين بشكل غامض وبدأوا يشرحوا القواعد، وهي انك عشان تنجح لازم تعيش 7 أيام وسط الغابة دي، والغابة دي مليانة شياطين مسجونة، والزهور اللي بره دي هي اللي منعاهم من الهروب. وبعدها أول ما بيدخل تانجيرو وسط الأشجار الهدوء اختفى تماما، وفجأة هجم عليه 2 شياطين من الناحيتين. تانجيرو في البداية اترعب لكنه افتكر تدريباته، وفي نفس الوقت اللي الشياطين كانت بتقرب منه تانجيرو سحب سيفه واستخدم تنفس الماء
الماء، وبحركه واحده سريعه طير راس الشيطانين. تانجيرو بدا يثق في نفسه، لكن فجاه شم ريحه وحشه جدا، ولما اتحرك ناحيه الريحه شاف ابشع منظر ممكن تتخيله. شيطان ضخم جدا جسمه كله عباره عن ايدين ملفوفه حوالين بعضها، وكان ماسك مختبر وبياكله وهو حي. فلما كان الشيطان بيتحرك عشان يقتل المختبر التاني، تانجيرو اتحرك بسرعه وقطع دراع الشيطان وانقذ المختبر. الشيطان ده اول ما شاف قناع الثعلب اللي مع تانجيرو عرف فورا ان هو تلميذ روكوداكي، وبعدها الشيطان بدا يضحك ضحكه هستيريه ويحكي لتانجيرو السر المفاجئ، وان هو اللي اكل كل تلاميذ روكوداكي ال 13 بما فيهم سابيتو وماكومو. وفي نفس الوقت تانجيرو فقد اعصابه من الغضب والحزن على اصحابه. تانجيرو هجم بكل قوته، لكن الشيطان كان بيستخدم ايديه الكبيره كدرع وهجوم في نفس الوقت، وبضرب واحده من الشيطان تانجيرو اغمى عليه. وقبل ما الشيطان يضرب الضربه الاخيره تانجيرو قدر يفلت من الضربه واتحرك بعدها وبدا يقطع في ايادي الشيطان اللي في طريقه. وبعدها تانجيرو نط عاليه لفوق. الشيطان كان واثق في نفسه لان رقبته صلبه جدا، وكان بيفكر يغفل تانجيرو ويقتله زي ما عمل مع سابيتو، لكن تانجيرو استخدم التركيز الكامل، وبعدها استخدم تنفس الماء، وبحركه واحده سريعه قطع راس الشيطان. وبعدها حصلت لقطة تبين طيبة تانجيرو الكبيرة جدا. تانجيرو وهو شايف الشيطان بيموت ما ظهرش أي شماتة، بالعكس شم ريحة حزن عميقة جدا طالعة من الشيطان وهو بيتحلل. تانجيرو مسك ايد الشيطان المتبقية وكان زعلان عليه فعلا. في نفس الوقت شفنا فلاش باك سريع للشيطان لما كان بشري وتايه وبيدور على ايد أخوه عشان يمسكها. ولما انتهى القتال تانجيرو كان تعبان جدا، بس ما كانش عنده وقت للراحة لأنه كان لازم يكمل باقي ال7 أيام. وبعدها لما خلصت المدة رجع تانجيرو لنفس المكان اللي بدأ منه، بس الصدمة كانت إن من وسط عشرات المحاربين اللي دخلوا مفيش غير 4 بس اللي نجحوا. تانجيرو وولد عصبي جدا اسمه جينيا، وبنت هاديه جدا وماسكه فراشه اسمها كاناو، وواد اصفر مرعوب وعمال يصيح ان هو هيموت. التوأم الغامض اللي كانوا في اول الاختبار ظهروا تاني ورحبوا بالناجحين. ولما تانجيرو كان واقف بيسمع التعليمات، جينيا الواد العصبي فقد اعصابه وهجم على واحده من البنتين عشان كان عايز السيف بتاعه دلوقتي، لكن تانجيرو دخل وماسك ايده جامد وكان هيكسرها. وبعدها كل واحد من الناجحين استلم غراب خاص بيه عشان يستلم بيه المهمات، ما عدا زينتسو الوحيد اللي استلم عصفوره. وفي نفس الوقت طلبوا منهم يختاروا المعدن اللي هيتصنع منهم سيفهم. تانجيرو ما احتارش كتير، استخدم حاسه الشم بتاعته وقدر يختار المعدن اللي انجذب ناحيته. تانجيرو بدأ رحلة الرجوع لبيته روكوداكي وهو بيجر رجله بالعافية، جسمه كان تعبان من كتر الإصابات. ولما وصل قرب البيت شاف أجمل منظر كان بيحلم بيه، باب البيت اتكسر ونزك وخرجت وهي صاحية أخيرا، وعلى طول نزك وجريت عليه وحضنته. وتانجيرو انهار من البكاء وهو مش مصدق إنها فاقت. وفي نفس الوقت روكوداكي خرج وشافهم. روكوداكي حضنهم هما الاتنين، والقناع بتاعه ما كانش مخبي دموع الفرحة اللي نزلت منه، والأول مرة تانجيرو يحس إن هو عنده عيلة تاني. وبعدها بيقعد المعلم مع تانجيرو وبيعرفوا إن في أنواع من الشياطين عندهم قوة خاصة اسمها الفن الدموي، وبيقول له كمان ان اخته نيزوكو مختلفه عن باقي الشياطين لانها بدل ما تقتل البشر وتتغذى عليهم بتعوض الغذاء ده عن طريق النوم. وبيحكي له اخيرا عن الشيطان الاقوى والمعروف بملك الشياطين كيبوتسي جيموزان، وان مفيش شيطان غيره يقدر يحول البشر لشياطين. وبيقول له غالبا الشخص ده هو اللي قتل عيلتك، وكمان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يرجع اختك لوضعها الطبيعي من تاني. وبعد 15 يوم ظهر شخص غريب لابس قناع اغرب وماسك في ايده شنطه كبيره، وده يبقى صانع السيوف هاجانيزوكا. تانجيرو استقبله بكل ادب، بس هاجانيزوكا ما كانش مهتم غير بالسيف اللي صنعه. ولما تانجيرو مسك السيف لاول مره هاجانيزوكا كان متحمس جدا لان تانجيرو عنده شعر وعيون بلون النار، فتوقع ان السيف هيتحول للون الاحمر. لكن المفاجاه كانت لما تانجيرو سحب السيف والسيف اتحول للون الاسود الغامق، وصانع السيف اتجنن وبدا يتعصب على تانجيرو من كتر الاحباط. وفي نفس الوقت اللي هم بيتخانقوا فيه بيجي الغراب بتاع تانجيرو وبيبلغوا بمهمته الجديده، وهي ان القريه المجاوره بيحصل فيها حاجه غريبه والبنات اللي هناك بتختفي في ظروف غامضه، والمطلوب من تانجيرو ان هو يعرف السبب. تانجيرو بعدها بيبدا يستعد لمهمته الاولى. روكوداكي سلمه الزي الرسمي لصائد الشياطين، وده مش مجرد لبس عادي، ده مصنوع من الياف خاصه بتسمح للجسم يتنفس. تانجيرو ودع معلمه روكوداكي واتحرك لمهمته الاولى. ولما بيوصل تانجيرو للقريه اللي الغراب قال له عليها الجو كان كئيب جدا رغم ان القريه شكلها هادي. وفي نفس الوقت تانجيرو لقى شاب اسمه كازومي ماشي في الشارع وشكله تعبان خالص، عينه فيها سواد من قله النوم وحالته تصعب على الكافر. كازومي ده هو اللي خطيبته اختفت وهي ماشيه معاه في نص الليل. ولما الليل ليل تانجيرو بدا يتحرك مع كازومي في المكان اللي البنت اختفت فيه. تانجيرو مش بيعتمد على عينه بس، ده بدا يستخدم حاسه الشم الاسطوريه بتاعته، ومن غير اي مقدمات ظهرت بقعه سوداء وخرجت منها ايد سحبت بنت تانية كانت نايمه في بيتها. لكن تانجيرو كان اسرع، حواسه لقطت ريحه الشياطين فورا، واول ما كازومي شاف رده فعله السريعه دي اتاكد ان اللي ماشي معاه ده صياد شياطين محترف. كازومي بيجري على بيت البنت وما بيلاقيش حد، بس تانجيرو بيستخدم حاسه الشم الخارقه بتاعته وبيحدد مكان ريحتهم تحت الارض وبيهاجم بكل قوته، وبيجري واحد فيهم وبيقدر يخطف البنت من بين ايديهم وينقذها في اخر لحظه. بمجرد ما تانجيرو اخذ الفريسه بتاعتهم بيطلع من تحت الارض 3 شياطين شكلهم نسخه طبق الاصل من بعض وبيهجموا عليه بكل غل. تانجيرو بيستعمل تقنيات تنفس الماء وبيقدر يعور ال3. وفي عز المعركه دي بيفتكر كلام معلمه روكوداكي
الاكل لما حذروا ان مفيش غير شيطان واحد بس في العالم يقدر يحول البشر لشياطين، كان عايش بقاله الاف السنين، اسمه موزان. وده معناه ان طريق تانجيرو الوحيد عشان يرجع اخته نيزوكو بشريه تاني هو انه يوصل لموزان ده. تانجيرو بيكمل هجومه لكن ما كانش قادر يوصل لرياب الشياطين، وكل ما بيجرحهم كانوا بيغطسوا جوه الارض عشان يعالجوا نفسهم ويرجعوا اقوى. وده غير ان تانجيرو كان متكتف بحمايه كازومي والبنت المصابه، فتركيزه في القتال كان صعب جدا. بيكتشف كمان ان الشياطين دي بتختار ضحاياها بعنايه وما بياكلوش غير البنات الصغيرين. وهنا كازومي بينهار من الرعب والصدمه لما بيتاكد ان خطيبته ماتت بابشع طريقه. وفي لحظه سرح من تانجيرو شيطان بيلف من وراه وكان هيخلص عليه، لكن نيزوكو اتدخلت وضربته برجلها في اخر لحظه. وتانجيرو بيستغل الفرصه وبيطلب من نيزوكو حمايه كازومي والبنت، وبياخد قرار جريء وبينط بقلب ميت جوه بركه الشياطين عشان يخلص عليهم في ملعبهم. شيطان واحد بس بيفضل فوق الارض، وتحت الارض الشياطين بيفضلوا يعوموا حوالين تانجيرو عشان يشتتوه، لكن حاسه الشم بتاعته ما بتخنوش. بيحدد مكانهم وبيعمل دوامه مائيه مرعبه بتقطع اجسامهم لحتت صغيره. وفوق الارض الشيطان كان بيجهز ضربه قويه لنيزوكو، بس تانجيرو بيطلع في اللحظه الاخيره وبيطير دراعاته. الشيطان لقى نفسه قدام وحش وما بقاش قدامه اي مهرب. تانجيرو بدا يضغط عليه عشان ينطق باي معلومه عن موزان، لكن بمجرد ما اسم موزان بيجي الشيطان لونه بيتغير وبيترعب جدا وبيرفض يتكلم، وبيطلع له دراعات جديده وبيهجم بكل غل. فتانجيرو بيضطر يريحه ويخلص عليه. بعد ما الدنيا بتهدى تانجيرو بيروح يواسي كازومي المكسور، وكازومي لما بيبص في عين تانجيرو بيحس ان الولد ده طعم الخساره هو كمان، وخسر الناس غالي عليه. بعدها غراب المراسلات بيوصل وبيأمر تانجيرو ان هو يتحرك فورا على طوكيو. واول ما تانجيرو بيوصل هناك بيتصدم من شكل المدينه والزحمه والانوار. هو طول عمره عيل فلاح عايش في الجبل وعمره ما نزل مدينه بالحجم ده. فبياخد نيزوكو وبيروحوا يقعدوا على عربيه نودلز، بس قبل ما يلحق يمد ايده في الاكل بيشم ريحه بتجمد الدم في عروقه، ريحه اقوى شيطان كيبوتسي جيموزان، الشخص اللي ذبح عيلته كلها. تانجيرو بيسيب كل حاجه وبيجري ناحيته زي المجنون، بيمشي ورا الريحه وسط الزحمه لحد ما بيلاقيه اخيرا واقف في نص الشارع. بس الصدمه ان موزان كان شايل طفل على دراعه وماسك ايد ست. تانجيرو بيكتشف ان الكائن المرعب ده متجوز ومخلف وعايش حياه طبيعيه وسط البشر كانه واحد منهم. موزان عشان يتشتت تانجيرو ويهرب بيخربش واحد معدي جنبه بضوافره، والراجل على طول بيتحول لشيطان في ثانيه وبيهجم على مراته اللي ماشيه جنبه. تانجيرو بيجري يكتف الراجل عشان ينقذ الست، وموزان بيستغل الدوشه دي وبيختفي هو وعيلته. البوليس بعدها بيوصل وبيحاول يبعدوا الراجل عن تانجيرو، بس تانجيرو بيرفض يسيبه لانه هو عارف ان هو هينهش في لحم الناس لو اتساب. وفي وسط الزحمه دي ريحه قويه ومميزه بتنتشر في المكان وبتجبر البوليس يتراجع، وصاحبه الريحه دي بتطلع شيطانه اسمها تامايو وبتقول لتانجيرو انها بتشارك نفس الهدف وعايزه تقتل موزان. من ناحيه تانية نرجع لموزان تاني. بعد ما مشي بعيد عن تانجيرو ركب مراته وبنته العربيه ومشاهم، ودخل هو في حاره ضلمه لوحده. وهو ماشي قابله 3 شباب سكرانين، واحد منهم خبط في موزان وموزان اتاسف له بادب مصطنع وكمل مشي، لكن الشاب السكران ما سابوش وقعد يشتمه وقال له كلمه واحده كانت كفيله انها تنهي حياته. قال له انت وشك تعبان كده ليه كانك هتموت. هنا ملامح موزان اتغيرت خالص، وفي جزء من الثانيه ضرب الشاب ده ضربه قويه جدا طيرته وخبطته في الحيطه ومات على طول. ولما الراجل التاني حاول يهاجمه موزان برجل واحده نطره لفوق في السقف وموته. البنت اللي كانت معاهم اترعبت، فموزان قرب منها وحقنها بدمه وقال لها تفضل تصرخ لحد ما خلاياها تتدمر. وفي اللحظه دي موزان افتكر تانجيرو وانه كان لمح الحلقه اللي في ودنه واللي فكره بصياد مرعب هزمه زمان، فبيستدعي 2 من الشياطين بتوعه وبيأمرهم يمسحوا تانجيرو من على وش الارض. تانجيرو بيرجع لعربيه النودلز وصاحبها بيمسح بيه الارض عشان ساب الاكل ومشي، فبيضطر ياكل طبقين كمان عشان يراضيه. وعلى طول تامايو بتبعت شاب اسمه يوشيرو عشان يجيب تانجيرو ونيزوكو لمكانهم. واول ما بيتقابلوا يوشيرو بياخد تانجيرو وبيدخلوا في حاره سد، بس اول ما بيعدوا من الحته الاخيره بيلاقوا نفسهم جوه بيت تامايو المستخبي بتقنيه اسمها فن الدم. وجوه البيت تانجيرو بيشوف تامايو بتعالج الست اللي اتصابت في الشارع وبتشرح له انها عدلت في جسمها هي ويوشيرو عشان يقدروا يعيشوا من غير ما ياكلوا لحم بشر ومكتفيين بشويه دم قليلين جدا. تامايو بتكشف ان عندها القدره انها تحول البشر لشياطين زي موزان بالظبط، بس الفرق انها بتقدر تعمل كده ولكن في مده طويله جدا مش زي سرعه موزان، وان يوشيرو هو الوحيد اللي حولته عشان تنقذه. ولما تانجيرو بيسالها عن طريقه ترجع نيزوكو انسانه بتقول له ان في امل، بس محتاجه منه يجمع لها عينات دم من شياطين قويه جدا عشان تعمل ابحاثها. تانجيرو بيوافق فورا لما بيحس ان في امل ولو بسيط. وهما بيتكلموا البيت بيتعرض لهجوم عنيف بكورتين بيدمروا الحيطان، والهجوم ده كان من الشياطين اللي بعتهم موزان. يوشيرو كان خاف البيت بفن الدم، لكن الشيطان اللي عنده عيون في ايديه قدر يكتشف مكانهم. الشيطانه كانت بترمي كور مميته بقوه تدميريه، والشيطان التاني بيستخدم فن الدم عشان يتحكم في مسار الكور دي. تانجيرو بيطلب من نيزوكو تاخد الست المصابه لمكان امن، وفي عز الهجوم بيقدر يقطع كوره منهم بسيفه، بس الكوره بتفصل نفسها عن السيف وبتكمل طيران. الشيطانه بتكشف بغرور ان هم من الاقمار العلويه ال 12 اقوى شياطين موزان، وبتطلع 4 دراعات زياده عشان يبقى معاها 6 دراعات، وبتبدا ترمي ال6 كور في نفس الوقت. الهجوم كان كابوس على تانجيرو، وتامايو ويوشيرو بيتصابوا باصابات صعبه بس بيعالجوا نفسهم لانهم شياطين. يوشيرو بيفهم ان الشيطان التاني بيعمل
الاسهم عشان يوجه الكور، فبيدي تانجيرو حاجه عليها عين تخليه يشوف الاسهم دي، وبكده تانجيرو بيقدر يتفادى الكور لما بيعرف مسارها. يوشيرو بيطلب من تانجيرو يروح يخلص على شيطان الاسهم عشان يوقف المطر بتاع الكور ده، وان هو ونيزوكو هيتعاملوا مع الشيطانه. تانجيرو بيحاول يقرب من شيطان الاسهم، بس الشيطان بيستخدم اسهمه عشان يهبط تانجيرو في الارض يمين وشمال، وتانجيرو بيستخدم تنفس الميه عشان يمتص الصدمات. نيزوكو ويوشيرو كانوا بيعافروا مع شيطانه الكرات، ويوشيرو بيستخدم ميزه التخفي بتاعته عشان يقرب منها. نرجع لتانجيرو اللي كل ما يحاول يضرب الاسهم بيتسحب في اتجاهها، لكنه بذكاء بيعمل دوامه مائيه بيعكس بيها اتجاه الاسهم، وبيستخدم تقنيه عجله الميه، وبيطير رقبه شيطان الاسهم. ورغم ان راسه اتقطعت، الشيطان بيستخدم اخر ذره طاقه عنده وبيرمي اسهم بتسحب تانجيرو فوق وتحت عشان تفرمه، وتانجيرو بيفضل يستخدم تقنياته ورا بعض عشان يقلل الضرر لحد ما دراعات الشياطين بتنهار تماما، والشيطان بيتحول لتراب قبل ما يقدر يخلص على تانجيرو. المعركه بين يوشيرو وشيطانه الكرات كانت لسه شغاله، والشيطانه بتكشف تخفي يوشيرو وبترميه بكوره، بس نيزوكو بتطير في الهواء وبتشوط الكوره برجلها وبتنقذ يوشيرو. نيزوكو بتبدا تصد كل الكور برجلها، وتامايو ويوشيرو مذهولين من قوتها وان هي ما بتاكلش بشر اصلا، بس رغم قوتها نيزوكو ما كانتش قادره تهزم الشيطانه. تامايو بتتدخل وبتبدا تستفز الشيطانه وتشتم موزان وتقول عليه جبان، وده بيخلي الشيطانه تفقد اعصابها لانها بتقدس موزان جدا. وفي وسط الكلام تامايو بتستخدم قدره التنويم المغناطيسي بتاعتها وبتوقع الشيطانه في الغلط وبتخليها تنطق اسم موزان قدامهم. فورا لعنه موزان بتشتغل، وفجاه طلعت ايدين ضخمه من بطن ومن بق شيطانه الكرات وقطعت جسمها، وتموت الشيطانه بابشع طريقه ممكنه وسط صريخها. تامايو بتكتشف ان الشياطين دول ما كانوش من الاقمار العليا اصلا، لان مفيش ارقام محفوره في عينيهم. واول ما الشمس بتطلع تامايو بتاخد نيزوكو للبدروم، وتانجيرو بيفرح جدا ان اخته لسه بخير. نيزوكو بعدها بتجري تحضن تامايو وتطبطب على راس يوشيرو كانه طفل صغير، وده لانها كانت شايفاهم في خيالها كانهم امها واخوها الصغير اللي ماتوا. بعدها بيودع تانجيرو تامايو ويوشيرو، ولما بيكون في الطريق بيجي غراب المراسلات وبيوجهه للمهمه الجديده بتاعته. وفي الطريق للمهمه تانجيرو بيلمح زينيتسو الشاب الاصفر اللي شافه قبل كده، وكان قاعد بيعيط وبيتحايل على بنت في الشارع انها تتجوزه. عصفور زينيتسو لما بيشوف تانجيرو بيطير ناحيته كانه بيشتكي له، فتانجيرو بيروح يشد زينيتسو ويبعده عن البنت عشان ما يضايقهاش. زينيتسو بيفضفض ويقول له ان هو ضعيف جدا وعايز يتجوز قبل ما يموت، وان هو دخل فايله قتله الشياطين بعد ما اتنصب عليه وبقى عليه ديون متلتله. الغراب بيقاطعهم وبيوجههم للمهمه الجديده، وزينيتسو اول ما بيشوف غراب بيتكلم بيموت من الرعب. وبعدها بيوصلوا بيت مهجور سمعوا ان فيه شياطين، وبيلاقوا طفلين مرعوبين واقفين بره. تانجيرو بيعرف منهم ان اخوهم الكبير اتخطف جوه البيت ده، وبيوعدهم ان هو هينقذه. زينيتسو بيبدا يسمع صوت طبله غريب طالع من البيت، بس تانجيرو مش بيبقى سامع حاجه. ولما تانجيرو بيقرر يدخل زينيتسو بيترعب، فتانجيرو بيسيب صندوق نيزوكو بره عشان يحمل اطفاله ويدخلوا هم جوه البيت. زينيتسو كان مستني تانجيرو يحميه، بس اول ما بيعرف ان تانجيرو عضمه مكسر من المعركه اللي فاتت بيصرخ من الرعب. الاطفال بيدخلوا وراهم فجاه لانهم خافوا يفضلوا بره لوحدهم، وبسبب اللخبطه زينيتسو بيزق تانجيرو والطفله لاوضه ثانيه، والاوضه بتتبدل بضرب الطبله. تانجيرو بيلاحظ ان المكان بيتغير مع كل ضرب الطبله، وفي الوقت نفسه بيظهر له شيطان جسمه كله مليان طبول، ومن ناحيه ثانيه زينيتسو ميت من الخوف، والطفل بيهزقه وبيقول له انت جبان. فزينيتسو بيتغاظ وبياخد الطفل ويجروا عشان يخرجوا، بس لما بيفتحوا الباب بيلاقوا نفسهم في اوضه ثانيه، وهم بيدوروا على المخرج زينيتسو بيتصدم لما بيشوف واحد لابس ماسك خنزير. نرجع لتانجيرو اللي كان هيهجم على شيطان الطبول، بس الشيطان بيضرب الطبله وبيقلب الاوضه، وتانجيرو بيتفاجئ هو كمان لما بيشوف ابو ماسك خنزير ده، وبيكتشف ان هو صياد شياطين زيه. الشيطان بيضرب الطبله تاني والمكان بيلف، ولما تانجيرو بيلاقي ابو ماسك خنزير بيدوس على الطفل اللي مع تانجيرو وهو مش مهتم، تانجيرو بيحدفه بعيد، بس ابو ماسك خنزير ده كان همجي جدا ومش همه الشيطان وبيهجم على تانجيرو، والشيطان بيستغل ده وبيهجم عليهم بضربات مخالب مخفيه. وفجاه تانجيرو والطفله بيتنقلوا لاوضه ثانيه وبيلاقوا ولد صغير ماسك طبله. نرجع لزينيتسو والطفل اللي لسه بيلفوا، وزينيتسو بيكون مرعوب لدرجه ان هو بيوتر الطفل معاه، ولما بيطلع لهم شيطان غريب من تحت الارض زينيتسو بيتجمد مكانه، واول ما الشيطان بيقرب منه زينيتسو بيغمى عليه من الخوف. بس فجاه زينيتسو بيقف على حيله بشخصيه تانية خالص، شخصيه كلها هيبه، وبيستخدم تنفس الرعد وبيقطع راس الشيطان بضربه واحده في ثواني. ولما بيفوق بعدها ما بيفتكرش اي حاجه، وبيفتكر ان الطفل هو اللي قتل الشيطان، فبيقعد يشكره ويقول له شكرا يا بطل انت انقذتني. طبعا الولد كان واقف مصدوم ومش فاهم ازاي الكائن الجبان ده عمل الحركه دي وهو نايم. نرجع لابو ماسك خنزير اللي برضه بيقابل شيطان ضخم وبيهزمه بسهوله. نرجع تاني لشيطان الطبول واللي بنعرف ان هو كان القمر الادنى السادس، بس موزان طرده لان هو ما بقاش يتطور. بعدها تانجيرو بيلاقي اخو الاطفال المخطوف واللي اسمه كيوشي، واللي كان واخد طبله من الشياطين وبيستخدمها عشان ينقل نفسه ويهرب منهم. تانجيرو بيحس بشيطان الطبول بيقرب، فبيطلب من الاطفال يضربوا الطبله ويهربوا، وبيفضل هو يواجه الشيطان. وبعد وقت من القتال بينهم تانجيرو بيفهم نظام الطبول وتاثيرها، بس جروحه القديمه مأثره عليه، فبيكمل شيطان الطبول ضرب بمخالب غير مرئيه، وكمان بدا يلف الاوضه بسرعه مجنونه زي الغساله عشان يمنع تانجيرو ان هو يقرب. لكن تانجيرو بيتعود على حركته. في الوقت نفسه تانجيرو لاحظ حاجه، لاحظ اوراق مخطوطات واقعه على الارض، ودي المخطوطات اللي شيطان الطبول كان كاتب فيها قصص. وفي نفس الوقت تانجيرو قدر يحل لغز حركه الاوضه، وبدا يستخدم تنفس الماء الهيئه التاسعه اللي بتخليه يقدر يثبت نفسه في اي زاويه مهما كانت الاوضه بتلف. تانجيرو قرب من الشيطان بسرعه وبضربه سيف سريعه طير راسه. الشيطان ده كان دايما بيتهان في حياته، بس لما تانجيرو اعترف بقوته قدر يموت وهو مرتاح. تانجيرو بعدها بياخد عينه دم منه
منه عشان تمايو، وبياخدوا الاطفال وبيخرج. وبره البيت زينتسو كان قاعد، وفجاه بيلاقي ابو ماسك خنزير بيطير من البيت، ولما بيشوف صندوق نيزكو بيهجم عليه. زينتسو على طول بيتحرك وبيحمي الصندوق بجسمه، لان هو عارف قيمته عند تانجيرو. ورغم ان زينتسو سمعه قوي جدا وعارف من الاول ان الصندوق فيه شيطان، بس هو سمع كمان صوت قلب تانجيرو، وعارف ان هو شايل الشيطان ده لسبب نبيل. ابو ماسك خنزير ده شخص همجي ما بيسمعش لحد، ومسك زينتسو وقعد يكسر عظمه عشان يسيب الصندوق، بس زينتسو بيرفض. وفي الوقت نفسه تانجيرو خرج وهو واقف مصدوم من المنظر. ولما كان ابو ماسك خنزير على وشك ان هو يضرب ضربته الاخيره، تانجيرو بيتدخل وبضربه سريعه بيكسر ضلوع ابو راس خنزير. الشاب الهمجي بيفرح ان هو لقى خصم قوي، وبيهجم على تانجيرو بمرونه جسمه مرعبه كانه وحش بري. ولما الكلام ما بيجيبش معاه نتيجه، تانجيرو بيديله ضربه راس اسطوريه بتوقع الماسك من على وشه. والكل بيتصدم وقتها لما بيلاقوا تحت الماسك البشع ده شاب بشكل وسيم جدا شبه البنات. الشاب بيعرف نفسه باسم اينوسكي، وبيغمى عليه بعدها من قوه الضربه، لان راس تانجيرو ناشفه زي الحجر. تانجيرو بعدها بيرجع الاطفال لبيتهم، واينوسكي كان قاعد بيجري وراه عشان يعملوا مبارزه بينهم. وبعدها تانجيرو وزينتسو واينوسكي كانوا رايحين ناحيه الجبل في مهمه جديده لبيت عيله قديمه كانت بتساعد قتله الشياطين عشان يرتاحوا، وهناك بيعالجوا جروحهم وبياكلوا وبيناموا. وبيعرفوا ان اينوسكي كان متربي في الغابه وتعلم صيد الشياطين بالصدفه. زينتسو بيسال تانجيرو عن الشيطان اللي معاه، واول ما نيزوكو بتخرج وبيشوف انها بنت قمر بيغير رايه تماما، وبيغير من تانجيرو وبيسحب سيفه على طول، وبيكون عايز يضربه عشان ماشي مع بنت بالجمال ده وسايبه لوحده. وبعد ما بيريحوا شويه، الغراب بيبعتهم لمهمه جديده لجبل اسمه ناتاجومو. ولما بيوصلوا للجبل زينتسو بيترعب وبيرفض يدخل. وقتها تانجيرو بيشم ريحه عفونه في الجبل، وهناك بيلاقوا صياد شياطين مصاب، وفجاه بيتسحب بقوه مرعبه لجوه الجبل. تانجيرو وينوسكي بيدخلوا بقلب جامد وبيسيبوا زينتسو بره. الجبل بيكون مليان خيوط عنكبوت، وبيلاقوا صياد هناك اسمه موراتا، وبيكون خايف وبيقول لهم ان الصيادين اللي دخلوا فجاه اتجننوا وبداوا يقتلوا بعض. في الوقت نفسه قائد الفيلق بيحس بخطوره المهمه، فبيقرر يبعت الهشره جيو توميوكا والهشره شينوبو عشان يدعموا المهمه. زينتسو وهو بره بيفتكر ان نيزوكو لسه جوه الجبل، فبيجري وراهم بسرعه. نرجع تاني لتانجيرو اللي بيقرر الصيادين اللي حواليهم ان هم يهاجموا عليهم بسبب الخيوط اللي بتتحكم فيهم. وتانجيرو بيفهم ان هم لازم يلاقوا اللي بيتحكم في الخيوط دي. يونوسكي بيستخدم تقنيه الوعي المكاني بتاعته وبيحدد مكان الشيطانه. تانجيرو ويونوسكي بيسيبوا موراتا يصد الشياطين وبيجروا على طول على الشيطانه، واللي بتطلع مرعوبه من ابنها روي اللي هيفضحها لو ما قضتش عليهم. الام بتجبر الصيادين المصابين يقاتلوا، بس تانجيرو بيعلقهم في الشجر وبيفصل عنهم الخيوط، والام بتتعصب وبتذبحهم كلهم بدم بارد. بعدها بتبعت لهم وحش ضخم من غير راس عشان يوقفهم، بس تانجيرو واينوسكي بيتعاونوا. اينوسكي بيقطع دراعاته وتانجيرو بيوقع رجليه وبيهزمه. اينوسكي بيحدف تانجيرو في الهواء ناحيه الام، وتانجيرو وهو نازل بيحس برغبتها في الموت عشان ترتاح من الذل، فبيغير تقنيته وهو في الجو وبيقتلها بضربه ناعمه من غير الم. الام قبل ما تختفي بتقول له ان في واحد من ال 12 قمر جوه الجبل. نرجع لزينتسو وهو لسه لوحده في الغابه عمال يعيط ويصرخ وينادي على تانجيرو، وفجاه لقى نفسه في منطقه كلها بيوت عناكب صغيره بس برؤوس بشر. المنظر كان مقرف، ولما حاول يهرب نزل له من السماء الاخ الاكبر في عيله العناكب، وده شيطان ضخم بجسم عنكبوت ووش انسان بشع. الشيطان ده كان بيلعب بزينت وقال له ما تحاولش تهرب، انت خلاص اتعضيت من عنكبوت صغير والسم هيمشي في جسمك وفي خلال 30 دقيقه هتتحول لعنكبوت زيهم. زينت بص لايده ولقاها بدات تورم وتزرق، ومن كتر الرعب والخوف جري وطلع فوق شجره عاليه جدا وقعد يصرخ فوقها. وفي نفس الوقت زينتسو فوق الشجره بدا يفتكر ماضيه، واللي عرفنا منه ان زينتسو ما كانش عايز يبقى صياد شياطين اصلا، ده كان جده واللي كان معلمه برضه، هو اللي انقذه من ديون وقع فيها بسبب بنت ضحكت عليه، وقرر يعلمه تنفس البرق. زينتسو كان بيهرب من التدريب كل يوم، وفجاه عرفنا سر شعره الاصفر. زينتسو كان في يوم مستخبي فوق شجره من جده، وفي يوم مطر فجاه برق حقيقي نزل عليه وهو فوق الشجره، وبدل ما يموت شعره اتحول للون الاصفر وقوته اتغيرت خالص. وبعدها بنشوف اهم نصيحه قالها الجد لزينتسو، قال له لو انت مش قادر تتعلم غير هيئه واحده بس من تنفس البرق مش مشكله، بس اتدرب على الهيئه دي لحد ما تتقنها اكتر من اي حد في العالم، اتدرب عليها لحد ما تبقى جزء منك. زينتسو ما كانش بيعرف يعمل غير الهيئه الاولى بس، وده كان مخليه حاسس بالنقص قدام باقي التلاميذ اللي كانوا بيتريقوا عليه. وفي اللحظه دي وهو بيموت من السم فوق الشجره قرر ان هو مش هيستسلم، وفجاه زينتسو اغمى عليه وهو فوق الشجره ودخل في وضع القتال وهو نايم. الهواء حواليه اتغير وصوت البرق بدا يملى المكان. الشيطان الاخ استهزأ بيه وبعت له مئات العناكب الصغيره تهاجمه، لكن زينتسو وهو مغمض عينيه اخذ وضعيه القتال، ولما العناكب قربت منه زينتسو انفجر بقوه رهيبه واستخدم تنفس البرق الهيئه الاولى وطار في الهواء بسرعه جنونيه، واتنقل بين جذوع الشجر 6 مرات في اقل من ثانيه، وفي الضربه السادسه عدى من جنب الشيطان وقطع راسه في ثانيه، وقبل ما الشيطان حتى يلحق يرمش. بس السم وقتها بيبدا يشتغل، فزينتسو بيحاول ينظم تنفسه عشان ياخر السم. وعند النهر تانجيرو وينوسكي بيقابلوا اخت روي، ولما ينوسكي بيجري وراها بيطلع له الاب شيطان ضخم براس عنكبوت بشع. في الوقت نفسه جيو وشينوبو بيوصلوا للجبل بفرقهم. تانجيرو وينوسكي بيحاولوا يضربوا الاب بس جلده ناشف جدا. تانجيرو بعدها بيحاول يضرب الشيطان، لكن الشيطان فجاه بيمسك شجره عملاقه وبيضرب بها تانجيرو وبيطيره بها لبعيد. تانجيرو وهو طاير بيشوف روي بيعذب اخته، ولما بيتدخل روي بيقول له دي امور عائليه، فتانجيرو بيتعصب عليه وبيقول له عيلتك دي مزيفه وما فيهاش احترام، وده بيعصب روي جدا. نرجع تاني ليونسكي وهو بيكمل معركته مع الاب الوحيد اللي بيغير جلده وبيبقى اضخم واسرع، وبيكسر
بيكسر سيف يونسكي وكان هيفرمه. وقتها جيو بيظهر من العدم وبضربه واحده بيقسم الاب لنصين. يونسكي وقتها بيتجنن من قوه جيو وبيبقى عايز يضربه، بس جيو بيربطه في الشجره عشان يسكت. شينوبو كمان بتوصل لزينيتسو في اخر لحظه وبتديله المصل اللي بيوقف السم. نرجع لتانجيرو اللي بيعافر مع خيوط روي المرعبه وسيفه بيتكسر لنصين. وفي اللحظه اللي روي كان هيخلص عليه نيزوكو بتطلع تحميه بجسمها. روي بيعجب بصيره الدم الحقيقيه دي وبيطلب من تانجيرو ان هو يسيب له نيزوكو تبقى اخته هو والا هيموته. وبيكشف عن نفسه ان هو يبقى القمر الادنى الخامس، وبعدها بيرفع نيزوكو في الهواء بخيوطه عشان يعذبها ويقعد يقطع في جلدها. وتانجيرو بيتجنن وبيستخدم كل قوته لدرجه ان هو بيفتكر رقصه حاكم النار بتاعت ابوه وبيحاول تنفس الميه للنار بتحرق خيوط روي. ونيزوكو بتصحى وبتستخدم فن الدم الشيطاني وبتطلع نار. وتانجيرو بيستغل اللحظه وبيطير راس روي بسيفه المكسور. نيزوكو وقتها بتتحرر، بس تانجيرو بيكتشف ان روي لسه عايش لانه فصل راسه بنفسه قبل ما السيف يلمسه. وروي جهز وقتها خيوطه عشان يقتل تانجيرو ببطء، لكن جيو بيتدخل في اللحظه الاخيره وبينقذ تانجيرو وبينهي حياه روي بضربه هاديه جدا. نرجع لاخت روي اللي هي بتحاول تهرب، بس شينوبو بتطلع لها وبتقضي عليها بسم الفراشه بتاعها من غير ما تقطع راسها. جيو في الوقت ده بيكون واقف مع تانجيرو ونيزوكو، لكن فجاه شينوبو بتهجم على نيزوكو وجيو بيصدها وبيقول لتانجيرو ان هو يهرب باخته. وفي اللحظه دي تلميذه شينوبو كاناو بتهجم على تانجيرو ونيزوكو، وبسبب اصابات تانجيرو بيقع من ضربه واحده، لكن نيزوكو بتصغر حجمها بسرعه عشان تهرب من هجوم كاناو. بتبدا تجري وتهرب من كاناو بذكاء، وكاناو بتفضل تطاردها وهي مش فاهمه ليه الشيطانه دي بتهرب ومش بتهاجم. وفي اللحظه اللي كاناو كانت خلاص هتوجه الضربه القاضيه لنيزوكو، الغراب بيظهر تاني وبيقول امر جديد ومفاجئ: ممنوع القتل، هاتوا تانجيرو ونيزوكو للمقر الرئيسي فورا. وبناء على الامر ده الفرقه بتنقلهم للمقر، وهناك تانجيرو بيفوق وبيلاقي نفسه مربوط وحواليه اقوى 12 شخصيه في الفيلق. تانجيرو بدا يتحكم قدامهم بتهمه ان هو شايل شيطانه معاه. وقتها بدا يدافع عن نيزوكو ويحكي انها اخته وانها طيبه وعمرها ما اذت حد، لكن طبعا الهشره ما كانوش مصدقينه ومعظمهم كانوا شايفين ان الاثنين لازم يتعدموا فورا عشان ينهوا المخاطره دي. وفجاه بيظهر شخص اسمه كاجايا وبياشكي زعيم الفيلق، والكل بيسكت وبيديله تعظيم سلام واحترام مش طبيعي. كاجايا طلع جواب مبعوث من اوروكوداكي معلم تانجيرو، والجواب ده كان فيه تعهد صريح: لو نيزوكو في اي يوم غدرت ببشري او اذته، اوروكوداكي وجيو توميوكا هيقوموا بانهاء حياتهم فورا كتحمل للمسؤوليه. وتانجيرو وقتها بص لتوميوكا وفهم قد ايه هو بيضحي عشانه واخته. بس وسط ده كله كان في واحد لسه مش مقتنع، وهو سانيمي هشر الرياح. فقرر يجرح ايده ويخلي الدم ينزل عشان يغري نيزوكو ويثبت انها وحش. لكن نيزوكو رغم جوعها وتعبها وشهوتها ناحيه الدم لفت وشها الناحيه التانيه بقرف ورفضت تلمس الدم، وبكده اثبتت للكل انها مسيطره على نفسها. وبوياشكي قرر في النهايه ان هم يفضلوا في الفيلق، وبكده بدات مرحله جديده في رحله تانجيرو. بعد المحاكمه تانجيرو وزينيتسو وينوسكي بيتنقلوا لقصر فراشه عشان يتعالجوا ويبداوا تدريبات اعاده التاهيل تحت اشراف شينوبو. التدريب كان صعب جدا وتانجيرو بدا يشتغل على نفسه ليل نهار عشان يتقن تقنيه التنفس المتواصل طول اليوم حتى وهو نايم. وبمساعده البنات الصغيرين اللي في القصر وتوجيهات كاناو قدر فعلا يوصل لمستوى عالي جدا. وفي نفس الوقت زينيتسو وينوسكي كملوا تدريباتهم ورفعوا من مستواهم القتالي. وبمجرد ما خلصوا فتره التاهيل جات لهم مهمه جديده وخطيره، وهي انهم يركبوا قطر اللانهائي عشان يحققوا في حوادث اختفاء غامضه، وهناك هيقابلوا كيوجيرو رينجوكو حشر النار عشان يبداوا معاه مغامره جديده ما كانوش يتخيلوا حجم الرعب اللي فيها. وهنا بينتهي ملخص الموسم الاول من الانمي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. بس كده، اشوفكم في فيديو جاي. سلام.